يا بتاع العسل، انا بقالي 10 ايام ما عملتهاش زي الناس. عندي مساك نفسي اعملها وارتاح بقى، ما عندكش حل؟ بتعمل ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ 10 ايام ايه يا ابني؟ انتوا بيجيبوكم منين يا ابني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده يا ابو حرام يا بيه. بص بقى، هنركز مع بعض. اي مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل قولون، حالات امساك والاسهال، هتعمل الاتي: هتاكل حاجه اسمها فايبرز او الياف، ودي هتلاقيها في خضار، فاكهه، عيش اسمر، عيش بني. كلمنا عربي. يا عم ما انا بقول لك عربي اهو، انا بقول لك حاجه غريبه. وهتاخد جنبيه نوع عسل المانوكا. عسل المانوكا ده اللي هو زي ده يا معلم، هتاخد منه معلقتين في اليوم، معلقه الصبح ومعلقه قبل وجبه الغداء بنص ساعه. النحل بيكون اتغذى على ازهار اسمها ازهار المانوكا، وافرز العسل دوت. ازهار المانوكا دي كويسه ورهيبه في موضوع جرثومه المعده، مشاكل القولون، حالات الامساك والاسهال. يا عم بصراحه العسل ده مش جاي معايا سكه، جربته وما جابش نتيجه. المانوكا جربته وما جبتش نتيجه؟ اديني حاجه اقوى. معاك فلوس يعني؟ عيب عليك. هتروق يا صاحبي على الكلام. 4 كيلو. تعالى لي بص على ده. يو، ده نوع عسل اسمه عسل السدر اليمني العصيمي، وده اخواتنا اليمنيين يعرفوا يعني ايه العصيمي. العسل ده عسل بري مش مناحل، وده بلا جانب بقى ان هو موضوع جهاز تنفسي والحاجات اللي احنا قلناها دي. ده يعتبر اعلى نوع على مستوى العالم في موضوع المناعه، في نسب مضادات اكسده عاليه ونسب مالتي فيتامينز عاليه، فده من الحاجات اللي بترفع من كفاءه الجهاز المناعي. وده يا معلم هتاخده بنفس الجرعه بالظبط. لو انت عايز اي سؤال ليك او للناس اللي تابعك، اعمل لي كومنت. يومك جميل، سلام. لا ده انا اعمل لك متابعه بقى. مش فاكرك، اتكل على الله.